يا صباح الفل، يا صباح الجمال والكفتة والرز المبهر وسلطة البابا غنوج وسلطة الطحينة. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا رمضان بيحب الأكلات السريعة وبيحب السلطات وبيحب الحاجات الحلوة قوي قوي دي في وسط اللمة. هنعمل مع بعضنا النهاردة سلطة البابا غنوج بطريقة تحفة، ولو جربتيها بالطريقة دي مش هتبطليها وهتعتمديها على كل مرة. هنا معايا بتنجانية رومي انا شويتها، وبعد كده اخدتها وقشرتها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نزلت بيها في الطبق التاني اللي انا بقى ايه ههرسها فيها. تمام. انت معاكي هنا شوكة او هراسة، اي حاجة اللي في ايديكي واللي موجود هيسد معاكي. طبعا انا فضلت اهرس فيها جامد بالشوكة، وافضل افكك فيها يمين وشمال علشان خاطر ايه ما تبهدلش الدنيا، او لما اجي اغمسها ما تطلعش ايه كتير معايا كده. ومعايا هون في توم وفي فلفل اخضر حراق، وفي شويه بقدونس صغيرين وملح وفلفل وكمون وكزبره، بس كده. ودقيتهم كويس جدا جدا، ونزلت بيهم على البتنجانيه مع شويه زيت وعصير ليمونه كامله. حابه تحطي عصير ليمونه ونص كان بيها. عامه السلطه دي من العشاق الليمون، يعني بتحب الليمون جدا جدا. بس كده تمام. وكان عندي كيس صغير فيه طحينه، انا خدت حبه منه هنا وهعمل منه حبه على الناحيه التانية او على سلطه الطحينه. تمام. هنا بقى كده هفضل هقلب فيها. طبعا اللي بيخلي لون البابا غنوج معاكي لونه فاتح ولونه ابيض كده الطحينه والليمون الاتنين مع بعضهم. وتفضلي برضو تقلبي فيها وتدمجي بقى البقدونس مع الثوم والفلفل مع البتنجانيه. بصي قلبي فيها كويس جدا 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 بحيث ان كله يدخل في قلب بعضه. تمام. هنا بما ان ولادي بقى بيحبوا الحاجه حراقه شويتين، فزودت لهم حبه ايه شطه حمراء. بس كده وخلصناها ورجعناها ورا. هنا طبعا الطحينه اللي كانت عندي ما كانتش هتكفي، فطبعا انا اتصرفت. انا ما بعملهاش بالطريقه دي، احنا هنعملها مع بعضنا بطريقه ولا اروع من كده، احلى من بتاعه المحلات والله. ومع ذلك دي كانت حلوه جدا. هنا كان معايا كوبايه فيها كوبايه الا ربع ميه، وبعد كده نزلت عليها بمعلقه دقيق، وفضلت على النار واقلب فيها يمين وشمال عشان خاطر ما تتكتلش مني او ما تكلكعش مني. وبعد كده قمت نازله عليها بقولي دول كانوا قيمه معلقتين او 3 طحينه، ما يكتروش عن كده. بس. وبعد كده فضلت اقلب فيها. وبعد كده هنا كان معايا 3 فصوص توم بالظبط، بس انا الكاميرا خانتني وما كنتش بصور. كان معايا 3 فصوص توم ودقاهم بملح وفلفل وكمون وكزبره، بس كده. هنا هتحطي عصير اقل من نص ليمون عشان ما تبقاش مززه منك قوي، واللي طبعا بيحبها مززه هو براحته، يعني الاكل اذواق. وهنا حطيت عليها شويه زيت وهحط عليها شويه خل. يا بقى لو انت عملتي المكونات بتاعتك دي ولفتيها لفتين في الخلاط هتبقى تحفه تجنن، هتبقى حلوه جدا جدا. هنا بصراحه انا عشان خاطر كنت مستعجله فما لحقتش ان انا اعملها ايه في الخلاط وكده. وادي سلطه الطحينه بتاعتي كانت سهله وسريعه جدا. وادي البابا غنوج جمال وحلوين وبيسدوا في اي وقت وبيسدوا في اي عزومه، وبتهيالي مفيش بيتين يختلفوا عليها. حلوه جدا جدا بالطريقه دي، تحفه. هنا طبعا كانت اختي موجوده عندي، فكنا عاملين بقى كنا عاملين مع بعضنا. ما عملناهوش احنا هنا، ما صورناش فيه، لكن هي عملت الرز المبهر ده وكان بجد كان حلو جدا جدا. وعملت معاه الكفته المشويه. فطبعا اي مشويات او اي حاجه او اي اسماك اي حاجه تنفع معاها ايه السلطات دي. لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس، واللي ما اشتركش يشترك في القناه. كل سنه وانتم طيبين.